السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايب قلبي هنعمل شاورمة فراخ. تمام. هنا ده معانا البانيه. ماشي، انا مقطعاه شرايح كده رفيعة. تمام. ممكن تجيبوه متقطع جاهز، وممكن انتوا تقطعوه، تجيبوا البانيه وتقطعوه انتوا شرايح. تمام. معانا هنا كده ده البانيه، ومعانا هنا بقى معانا فلفل الوان، معانا فلفل الوان، معانا فلفل احمر. تمام. فلفل احمر الوان، ومعانا فلفل اصفر، ومعانا طماطم، ومعانا بصل مقطعاه كده حلقات صغنونه خالص كده. تمام. شرايح رفيعه. تمام. هنعمل بقى هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. تمام. مش هتاخد معانا وقت. ممكن الطريقه دي هتعملوها وتعملوها في العيش السوري. تمام. او تعملوا كريب تحطوه فيه تحشوا بيه. تمام. حشوات يعني، دي من ضمن الحشوات اللي بنحشي بيها الكريب، او بنحشي بيه الرقاق الطري. تمام. يعني ده حشوات حلوه، ده من ضمن الحشوات اللي احنا بنستعملها اذا كان في الرقاق او اذا كان في الكريب. تمام. فالنهارده ان شاء الله هنعمل هنعمل الشاورما. نعملها بطريقه سهله وبسيطه، بس انا مش هعملها في عيش سوري ولا في حاجه. هنعمل جنبيها رز ابيض. تمام يا حبايبي. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه يا حبايبي. بصوا بقى انا عملت هنا معانا هنا طاسه سخنه. تمام. لازم تكون سخنه. تمام. لازم تسمعوا الصوت ده كده. ليه بقى؟ علشان لما تحطوها على طاسه سخنه، الطاسه السخنه دي ما بتخليش البانيه يبك ميته ويجيب ميته وتسيبوه كده شويه. تمام. اهو لازم تكون الطاسه سخنه جدا جدا جدا، وتسمعوا الطشه دي اللي انا سمعتها لكم دي. تمام. بس وتسيبوه كده، ما تقلبوش، سيبوه كده دلوقتي شويه. ماشي، علشان البانيه يتشمع وما يبكش الميه بتاعته. هنسيبه بس كده، مش هنقلب فيه ولا هنيجي جنبه، لان الخطوه دي مهمه جدا. لان انتوا لو قعدتوا تقلبوا فيه ونزلتوه على طاسه بارده، هتبص تلاقوه هيقعد يجيب في ميته وهيكش، وهيبقوا حبه صغيرين جدا. احنا بس هنستنى لغايه ما يتشمع من تحت، وبعدين نديله تقليبه. نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان اللي فوق ده برضو يتشمع. طبعا انتوا تبقوا مجهزين برضو كل حاجه كده جنبيكم، والخضار اللي انتوا هتستعملوه. تمام. مع الشاورما تكونوا مجهزينه. مش هياخد في ايديكم 5 دقايق على البوتاجاز، وشويه الرز الابيض، وشكرا على كده. اليوم خلص الحمد لله. عارفين الدنيا حر، مش محتاجه بقى اكل طبيخ والحاجات الصعبه دي. عايزين حاجه تبقى خفيفه على طول. بصوا انا عشان ما اعطلكوش، هسيبه دقيقه بالظبط تاني، وهرجع لكم تاني اوريكم عملت ايه. حبايب قلبي بصوا بقى، هبدا ان انا اقلبه. تمام. علشان خاطر خلاص هو اتشمع من تحت. هنشمع، نعمل بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت، علشان خاطر يتشمع برضه. برضه نفس اللي عملناه، ان احنا سيبناه ما قلبناهوش الا لما اتشمع من تحت. تمام. برضو نفس القصه، علشان ما يبكش الميه بتاعته. عارفين الخطوه دي مهمه جدا والله. هتبص تلاقوا البانيه ما شاء الله هيبقى زي ما هو، نفس الكميه اللي انتوا حاطينها. لان زي ما قلت لكم، لو قعدتوا تقلبوا هيقعد يبك الميه بتاعته. هتبص تلاقوه يبقى حبه صغيرين جدا. يلا انا هشمعه بقى من الناحيه التانيه، وبعدين بعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. يا حبايبي بصوا بقى، الخطوه دي بقى كده خلاص اهو اتشمعت من فوق ومن تحت. الخطوه دي بقى اللي هنبدا ننزل باي ماده دهنيه متوفره عندنا، اي ماده دهنيه. تمام. انا عندي هنا دي قطعه سمنه بلدي. تمام. اللي موجود حطوه، يعني ما تتأيدوش بحاجه. اي ماده دهنيه بس عشان خاطر نديها بس اللون الذهبي بتاعها ده. وبعد كده هننزل بقى نشيل
هنشيل البانيه ده كده، وبعد كده هننزل بالايه، بالخضار. عادي بقى الخطوه دي لما تقلبه مش هيحصل حاجه. طبعا احنا مش هنحط توابل ولا هنحط الملح ولا اي حاجه غير لما نشوح برده الخضار، وبعد كده بقى ننزل ايه، ننزل بالتوابل على الخضار بالبانيه كله. تمام. بص هيبدا بقى ياخد اللون الذهبي. تمام. اول ما يبدا ياخد لون ذهبي نبدا ان احنا ننزل بقى ايه، الخضار. بصوا حبايبي، ممكن بقى في حاجتين، ممكن يا اما ان انتوا تطلعوا البانيه في طبق. تمام. تطلعوه في طبق وبعد كده تشوحوا الخضار، وممكن ان انتوا بتوسعوا كده. لو مش عايزين الخطوه ان انتوا تطلعوا تعملوا، بتوسعوا كده. تمام. وبعد كده هتنزلوا بالخضار. بصوا ننزل هنا تمام. هنبدا ان احنا بقى نشوح الخضار كده. في الخطوه دي بقى هنبدا ان احنا بقى ايه، نطعم الشاورما بتاعتنا بالتوابل. تمام. يا دوبك بس الخضار يبدا يدبل بس، وبعدين هنروح مقلبين كله بقى مع بعضه. تمام. هنحط بقى التوابل بتاعتنا وكل حاجه نظبط الدنيا. بصوا انا مش هحط ملح كتير، معلقه صغيره بس اهي، لان انا هحط فص ماجي. تمام. راعوا موضوع الماجي ده علشان خاطر ايه، ممكن يعمل لكم قلق، تبصوا تلاقي نفسكم حطيتوا كتير والبتاع تبقى حادقه. هنا معلقه بصل بودر، وده توم باودر، وفلفل اسمر، هنحط بقى فص الماجي، هنحط فص ماجي واحد بس. اللي ما بيحبوش ومعاه اطفال ومش عايز يستعمله ما يستعملوش، مش اساسي. تمام يا حبايبي، مش اساسي. هو بيدي تطعيمه حلوه، بس اللي بيخاف منه ومعاه اطفال بلاش. اهو فص ماجي اهو. تمام. احنا بنفركه كده، بننزله بودر، ما ننزلوش قطع على بعضها، لازم يبقى بودر علشان ايه، ما تجيش حته تحت اسنانكم وانتوا بتاكلوا ولا حاجه. تمام. بص حبايبي، الشاورما دي بتبقى تحفه لما بتعملوها في العيش السوري، او بتعملوها في الرقاق الطري. يعني ما فيش عيش سوري ممكن رقاق طري، اي حاجه.
بقى اللي عنده بابريكا مدخنه، اللي عنده بابريكا مدخنه يحط منها رشه بسيطه جدا. بصوا بتدي لون حلو قوي قوي. بصوا يا بنات اهي رشه بسيطه قوي. اللي عنده، اللي ما عندوش خلاص يعني ما توقفوش نفسكم على حاجه اهو. الموضوع خلص. ايه رايكم بقى؟ ما خدش وقت صح؟ اهو يا حبايبي كده خلاص الاكله بتاعتنا خلصت. احنا هنقدمها دلوقتي، هوريها لكم هنقدمها ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا برضه. خليكم معايا. ايه يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاعنا. تمام. يا رب يعجبكم. جربوها كده والله سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد في ايديكم 5 دقايق يدوبك على النار، وهتلاقوها استوت. وممكن تعملوها حشوات زي ما قلت لكم، ممكن تحشوها بصينيه جلاش، صينيه رقاق، اي حاجه. شويه رز ابيض زي ما انا عامله كده، ان شاء الله تعجبكم. يلا اللي يعجبه بقى الفيديو بتاعي ويعجبوا الاكله بتاعتي النهارده، ما ينساش يشترك عندي في القناه ويعمل لي لايك. لو انتوا وصلتوا معايا لغايه النقطه دي ما تنسوش تعملوا لي لايك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.